يباركنا الآباء الأحباء الذين يمثلون كنيستنا بكل ما فيها من تاريخ وتراث وحب. الكنيسة المسيحية وضعت في العالم لكي تكون مثال ونموذج في هذا العالم، والكنيسة الممتلئة بالحب والممتلئة بعمل المسيح الخلاصي على الصليب منذ نياحة مثلث الرحمات قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث. وكان الجميع يظن أن الكنيسة مؤسسة مثل سائر مؤسسات المجتمع، فيها الصراع وفيها التنافس وفيها أيضا ما يقول عنه في المجتمع أنه فساد. ولكن يا إخوتي الأحباء، كنيستنا الكنيسة القديمة والعظيمة والتي لها تراث يغطي العالم كله في أهميته في محبته تقدم نموذج رائع ليس فقط للمجتمع المصري ولكن أيضا لكل كنائس العالم ولكل العالم. منذ نياحة أبونا البطريرك والكنيسة تعيش بعد أن خدمها قرابة النصف قرن، وتعيش تحت قيادة المايسترو الذي نسميه القائد المقام صاحب النيافة الأنبا بخوميوس، مطراننا الجديد في هذه الإبرشية. وسيدنا نيافة الأنبا بخوميوس بكل حكمة واقتدار وعمل الروح وبمؤازرة الشعب من خلال الأصوات والصلوات التي تقدمونها، فصلواتكم وأصواتكم وشهوة قلوبكم ترتفع كذبيحة حية أمام الله، ويسمعها ويقبلها ويستجيب. يدير دفة الكنيسة في حب في وئام. وعندما تقدم أو الكنيسة رشحت 17 اسم من آبائها الأجلاء، سواء الآباء الرهبان أو الآباء الأساقفة أو الآباء البطاركة، قدمت هذه الأسماء وهي كلها أسماء كبيرة بالاحترام وبالاعتبار وبالتقدير، وكنيستنا يعمل فيها كل الآباء بهذه الروح الواحدة. ولكن عدو الخير لا يسكت، وعدو الخير دايما يثير بلابل وشائعات كثيرة جدا. ولكن ها هي الكنيسة بعد أن انقضت الفترة واختارت من خلال لجنة الترشيحات اختارت 5 أسماء، اختارت لكي تقدمهم أمام الله وأمام هذه الشعوب في كل كنائسنا أمام رعية الله، لكي من خلال الصلوات والأصوات والنيات الحسنة ومن خلال عملية الانتخاب يختار الله 3 مباركين، ثم تمتد يد الله لكي تكمل العمل وتختار الإنسان المبارك الذي سيصير هو البابا رقم 118. وكانت هذه الفترة فترة حساسة منذ إعلان أسماء ال5، ولكن لكي لا يشهد العالم كله على هذا الحب وهذه المحبة الحقيقية الأصيلة التي في كنيستنا، نصلي في أماكن متعددة ونصلي بروح واحدة ونقترب إلى بعض في محبة كاملة، ونعيش هذه الأيام المجيدة ليس في حياة الكنيسة فقط ولكن في حياتنا نحن ال5. هذه الأيام نفرح فيها جدا عندما نتقرب، زي ما بتتابعوا من خلال القنوات الفضائية. صلينا في أكثر من مكان، صلينا في كنيسة المقر، مقر البابوي في دير الأنبا بشوي يوم الأحد قبل الماضي، وصلينا في دير الأنبا بشوي يوم الأربع، ويوم الجمعة في الإسكندرية، ويوم السبت صلى الآباء في دير السوريان، ويوم الأحد في المعادي،
ويوم الاثنين امبارح في البروسية القديمة في كلوب بيت في القاهرة. وها نحن اليوم في دمنهور، وغدا إذا أراد ربنا وعشنا نصلي في بيت القديس ماريمينا العجلي. المحبة التي تجمعنا هي محبة في القلب، ونشتاق لكيما يختار الإنسان أن يختار الله إنسانا يعمل، ولكنه لن يعمل بمفرده، سيعمل ويعمل معه كل الكنيسة في المجمع المقدس، في الإبرشيات، في الكنائس، في كل الأديرة، وأيضا إخوته اللي شاركوه في هذه الرحلة أيضا سيعملون معه، وسنكون جميعا مثل قيصارة ذات الأوتار الكثيرة التي تعطي هذا النبأ السعيد لنا جميعا. هذه يا إخوتي صورة كنيستنا الجميلة، لا تنتبه إلى الأصوات التي تشوه ولا الأصوات التي تثير كلاما هنا أو هناك. في عمق كنيستنا روح الله يقودها بفاعلية وبعمل. وها نحن جميعا زي ما احنا شايفين النهارده في دمنهور بكل الإبرشية، أيضا في كل الكنائس اللي زرناها والأديرة كانت الصورة كده. هذا الأمر يجعلنا نرفع شكرا لإلهنا الصالح. أولا نشكر عمل وتعب وخدمة أبونا المتنيح قداسة البابا الذي عمل في هذه الكرازة وفي هذه الكنيسة المسيحية سنين وسنين، وها نحن نجمع ثمار الحب. نشكر صاحب النيافة الأب بطريموس الذي يظهر فيه عمل الله ليس في العمل ولكن أيضا في الكلام وفي الحكمة وفي التصرف. نشكر كل الآباء الذين قادوا المجمع المقدس في سيمفونية حب كاملة تجمع بين كل الآراء وتستمع لكل الأفكار وتناقش كل الموضوعات بصدر رحب. نشكر الآباء الذين ألفوا لجنة الترشيحات ومعهم أعضاء من المجلس الملي ومن أراقنة هيئة الأوقاف.